تتجه كواليس النادي الأهلي نحو صيف ساخن مبكرا، مع تصاعد ملامح صراع فني منتظر داخل صفوف الفريق فرضته متغيرات عديدة، على رأسها مستقبل إمام عاشور الذي باتت أيامه داخل القلعة الحمراء محل جدل واسع في ظل اقتراب سيناريو الرحيل بشكل كبير. وأصبح رحيل إمام عاشور لاعب وسط الفريق عن الأهلي أصبح شبه مؤكد بنهاية الموسم الجاري، حال عدم إتمام انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى فتح ملفات بديلة مبكرا، سواء من داخل الفريق أو عبر صفقات مجانية مرتقبة في الصيف. وفي هذا الإطار يبرز أحمد سيد زيزو كأحد أبرز الحلول المطروحة، حيث تدرس الرؤية الفنية إمكانية إعادته للعب في مركز وسط الملعب بدلا من الجناح، مستفيدا من قدراته في الربط بين الخطوط وصناعة اللعب، خاصة مع حاجة الفريق للاعب يمتلك الشخصية والقدرة على قيادة وسط الميدان. في الوقت ذاته يسعى المغربي أشرف بن شرقي بقوة للعودة إلى التشكيل الأساسي، واضعا نصب عينيه استعادة مكانه كلاعب مؤثر في العمق الهجومي وليس فقط كجناح، في ظل قناعته بقدرته على تقديم إضافة مختلفة حال منحه الثقة الكاملة. ولا يغيب عن المشهد اسم محمد علي بن رمضان الذي يترقب فرصته للعودة بقوة إلى حسابات وسط الملعب، مستندا إلى خبراته الإفريقية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، ما يمنحه أفضلية في سباق معقد ومفتوح. وعلى صعيد آخر يضع الأهلي عمر الساعي تحت المتابعة الدقيقة بعد تألقه اللافت مع المصري البورسعيدي، حيث ينظر إليه كأحد الحلول المستقبلية حال استمراره بنفس النسق التصاعدي. ومع تزايد المؤشرات حول نهاية مشوار إمام عاشور داخل الأهلي، فمن المتوقع أن معركة خلافته بدأت مبكرا، في انتظار ما سوف تسفر عنه قرارات الصيف التي قد تعيد رسم الخريطة وسط ملعب الفريق بالكامل.